الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. سلامة سلامة. كابتن رضا، الشوط الاول حاجه والشوط الثاني حاجه. ايه يعني مش فاهم يعني الشوط الاولاني طنطا احراز اهداف، كنا بنلعب كوره. الشوط الثاني تراجعنا ومره تعادلنا. لا ما تراجعناش عادي، انت بتلعب تيم قوي، تيم فيه كل مقومات الصعود. يعني هتتكلم بجد ولا حقيقه؟ لا احنا بنتكلم. تيم عنده مقومات. يا كابتن انت معايا زيك بالظبط وما يقلش عنك حاجه. يعني انا بكلمك بمنتهى الامانه، انت محافظ على الفارق، انت ما خسرتش. ما انا فاهم. بس انا امنيتي ان انا كنت اكسب، يعني لا الامنيه بتاعتي ان انا كنت اخد 3 بونت دي يعني كنت بتمناها. طبعا الشوط الثاني انت بتقول لي لا هو ما حصلش كده، النص الملعب دوت شيء ونص الملعب ده شيء. الشوط الاولاني احنا كنا بنلعب كان نص الملعب دوت ماشي، النص الثاني ده حتى لاحظت انت في الاسلام بتاع بقى احمد فهمي عصام كينيدي كل اللي بيستلم بيزحلق، كل اللي بيستلم هنا كان الارضيه ناشفه، فاحنا الشوط الاولاني كان مساعدنا شويه. فانت في الحته الهجوميه دي مع برضو انا معاك ان في هبوط في مستوى ابراهيم رخا، هبوط في مستوى خفاجه، هو ده اللي ادى الشوط الثاني الى نوع من الخمول شويه ومن الهمدان شويه وما خليناش زي الشوط الاولاني في حته السيطره. انما هو المباراه انا راضي عنها تماما. انت جاي على ملعب البلديه والبلديه ما عندوش اي حاجه يبكي عليها غير ان هو قلل الفارق، متاخر بهدف الشوط الاولاني. الشوط الثاني هو بيلعب يا راحت يا جد. احنا بس في كام كوره لو استلمنا ابراهيم استلم صح وفجاه استلمنا صح كنا رحنا جبنا الجول الثاني، بس برضه تعذرهم عشان ارضيه الملعب. انما ما فيش حاجه اسمها تذبذب، ده وضع طبيعي. نادي بلديه المحله الشوط الثاني دفع ب3 فراوده، يعني الثالث صريح، ده غير ان كمان في اخر ربع ساعه قام جاي منزل هو خلاص مش هيبكي على حاجه. فهو عايز يكسب عشان يقلل الفارق. انما الحمد لله انت جاي بهدف انك لو ما كسبتش ما تخسرش. الجون جه في غفله في ثانيه كده في دربكه زي ما احنا جبنا الجون برضه، يعني قول اللي ليك واللي عليك في دي يعني واخد بالك. انما برضه ما تقللش لا من مستوى ملاعبتك في الشوط الثاني وما تقللش من فريق البلديه. فريق البلديه فريق محترم، وانا بقول لك ان يعني البلديه والمنصوره انا ان شاء الله حاسس ان هم اللي هيبقوا معاك في الترقي، ودي تضيف لك قوه في الترقي. لما يكون فرقتين كويس في الترقي تقدر تتعامل مع الفرق الثانيه، يبداوا يبقى في يعني بس وقتها بنتكلم. بس هي يعني انا شايف ان هم اقرب فرقه ليك هتصعد هي والمنصوره. راضي عن اداء طنطا النهارده يا كابتن؟ طبعا راضي تماما، وزي ما قلت لك كده اهم حاجه ان انت ما خسرتش. تمام. انك انا جاي بهدف ان انا اخد ال3 بونت، ما خدتش 3 بونت يبقى ما خسرش. انت بتحافظ هي دي فرقه الصعود وهي دي فرقه البطوله. انت فارق 9 بونت، لا قدر الله مثلا خسرت النهارده كان هيبقى 6 بونت، كنت هتبدا تخش بقى في العصبيه تاني. لا ده انت الحمد لله والشكر لله انت بعيد خالص وحافظت على فرقك عادي، وان شاء الله نروح ان شاء الله بالقاس بامر الله باعصاب هاديه زي ما احنا جينا. امتى يا كابتن ان شاء الله؟ يوم السبت ان شاء الله. السبت اللي جاي ده ان شاء الله. النهارده بكره ندي راحه يوم واحد بس، وان شاء الله من يوم الاربعاء نبقى في صفقات يناير يا كابتن. صفقات يناير ان شاء الله بامر الله. رجع تامر عادل تاني الحمد لله. جالنا محمد توكل لعيب كويس قوي بس ان شاء الله لسه هتعمل له برنامج لان كان بقاله فتره ما بيلعبش وكان خارج من الاصابه. جالنا محمود يحيى لعيب كويس قوي من القحافه، ويمكن من اللعيبه اللي ان شاء الله يبقى لها الدور الثاني، لعيب كويس قوي. يعني انا معجب بادائه لان حاسس ان هو في كورتنا في رتم الكوره بتاعه. ودول الثلاثه، وطبعا بعوده جده بقى الحمد لله تغشى الحمد لله، وان شاء الله بقى في القائمه معانا وان شاء الله يكرم بقى ربنا ان شاء الله. مبروك ابو كواتن على حفاظ على الفرق. الحمد لله والشكر لله، الله يبارك فيك. واحنا كان نفسنا ان احنا نسعد جماهير طنطا، بس الحمد لله والشكر لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان احنا ما خسرناش عشان الفريق يبقى لسه في الحمد لله. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك.